السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلوين، يا رب إن شاء الله يكبر بخاطركم ويوفقكم، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل أول حاجة في مراجعة ليلة الامتحان. هنقسمها على 3 مراحل زي ما قلنا. أول مرحلة الجمل السهلة في أول يوم، إن شاء الله مش هياخد معانا ساعة ونص الحل، هنكون رجعنا فيه على أغلب الكلمات والجرامر. واليوم التاني هيبقى فيه الحل المتوسط، وبعد كده هتبقى جمل أفكار عالية زي بالظبط معادلة كلية هندسة وزي بالظبط ثانوية عامة. المراجعة دي أنا حليتها مع زمايلكم في ثانوية عامة ودخلوا الحمد لله رب العالمين طالعين مبسوطين جدا. لو حد فيكم كان متابع الفيس عندي هيشوف الردود بتاعتهم ودرجاتهم الحمد لله بعد النتيجة ما ظهرت. فأتمنى انتوا إن شاء الله كمان ربنا يكرمنا فيكم ويوفقكم. ويلا بسم الله نبدأ على بركة الله. في البداية بس عايزة اقول لكم ان الملزمة اللي هتوصل لكم او اللي انت هتستلمها هيبقى ملخص فيها ال 12 وحدة كلمات وكلمات القصة وحروف الجر والمترادفات والمتضادات، كل حاجة قلنا عليها. لكن انا هبدأ بالحل على طول عشان الفيديو. والملزمة اللي هتوصلك ان شاء الله زي ما قلت لك هتلاقي فيها الكلمات هي دي نفسها، بس الكلمات في الاخر. انا مرتبة الحل في الاول عشان ابدأ. بسم الله. هنبدأ حل الكلمات اهو. اليوم الاول 310 جملة. is a state of emotional, physical and mental exhaustion. لو حد فيكم حل معايا امتحان 23 في الفيديو فهيلاقيني بقول ان عاطفي وبدني وعقلي فده اسمه بيرن اوت. ولو ما جابش بيرن اوت هيجيب exhaustion، وهو اصلا جايب في كلمات exhaustion يبقى الحل بيرن اوت. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا ما بحلش في البي دي اف عشان انت تبقى مشغل دماغك ما تستعجلش. سؤال رقم 2. we should reward. لازم نكافئ those who have made a significant to our society. لازم نكافئ مين اللي بيعمل حاجة ذو مغزى أو أهمية للمجتمع. هتبقى contributions اللي هي دي contributions، ودي معناها إسهامات أو مشاركات، حاجات كويسة يعني. وهنا بفكرك إن كلمة contribution في الوحدة الأولى أو التانية بتاخد الفعل make اللي ماضيها made. جملة 3. some private universities students in terms of their GPAs. الناس او الجامعات الخاصة بتظبط الطلبة او بتقيمهم او بتحطهم في مراكز على حسب الجي بي اي اس بتاعهم، فهيبقى رتبة اجتماعية يبقى رانك. وقلنا قبل كده ان كلمة رانك دي معناها رتبة اجتماعية او عسكرية. 4. there were a lot of obstacles but she them. قلنا قبل كده ان في الوحدة الاولى عندي كلمة obstacles يعني عقبات، difficulties يعني صعوبات، problems يعني مشاكل، defies يعني تحديات، challenges يعني تحديات. كل ده بياخد معاه الفعل اللي اسمه overcome يعني يتخطى او يتغلب على. جملة 5. the manager wants to the new safety procedures inside the factory. المدير عايز the new factory safety procedures يعني اجراءات الامان جوه المصنع، فهيبقى implement يعني يطبق اجراءات الامان. قلنا قبل كده ان احنا عندنا apply و implement والاتنين معناهم ينفذ او يطبق. جملة 6. don't the new nurse for breaking the machine it was an accident. ما تكلمش الممرضة او ما تجيش عليها، الموضوع كان حادثة، هي كسرت الآلة الجديدة بس الموضوع كان مجرد حادثة هي مش قصده، فيبقى scold يعني يوبخ. واحنا قلنا ان في 3 مراحل للمضايقة. الانسان لما يبقى annoyed متضايق اول حاجة بيعملها انه بيبرق لك كده بعينه او بيكشر لك بعينه، بيستخدم الاي بروز، واي بروز معناها الحواجب، يبص لك كده بحواجبه، فده مصطلح اسمه فرون غاضب بس بيبص لك بكشر. بعد كده هيبدا يعوج لك بقه اللي هو يا ابني بصيت لك بحواجبي مره يا ابني بس بقى. فلو استخدم اللبس الشفايف فده اسمها باوت. المصطلح الثالث اللي كان عندنا في اللغه اللي هو الراجل جاب اخره، وصل لاخر مرحله خلاص من الزهق، فهيبدا يشتم يبقى يوبخ يبقى scold. اللي بعديها doctors and nurses are responsible for the care and of their patients. الدكاترة والممرضين مسؤولين عن ايه للمرضى بتوعهم؟ مسؤولين عن الويل being يعني الرفاهية او الراحة well being. جملة 8. after the accident بعد الحادثة the injured people الناس المصابة were financially. قلنا قبل كده اول ما اشوف كلمة financially يعني ماديا، موضوع فيه فلوس يبقى فيه تعويض، يبقى وانت مغمض تروح تختار كلمة compensated وتاخدها تصريف ثالث عشان ده مبني للمجهول، هو مش هيعوض نفسه compensated. بعديها في جملة 9. online book is an illegal action. مادام قالك illegal غير شرعي مع الكتب يبقى piracy، وده في امتحان 23 piracy او 22 piracy يعني قرصنة الكتب piracy. الجملة اللي بعديها
unfortunately لسوء الحظ يبقى هناخد حاجة وحشة. the collapse أو جابها لك هو الانهيار of the house للمبنى أو البيت has caused tens of and a lot of injuries تسبب في العشرات من قال لك مصابين يبقى في ضحايا يبقى casualties مصابين او ضحايا. عايزه اقول لك ان لو انت بعد الشر فاتتك جمله بعد ما جيت تحل بعد كده او ناس الاجابه بتاعتها فمش مضطر تجيب الفيديو من اوله، انا هبعت لك موديل انسر بكل اللي انا بقوله دلوقتي فما تقلقش. اللي بعديها بسم الله الجمله 11 بيقول لك she usually works hard هي بتعمل بجد she herself in her work. طب اللي بتعمل بجد دي معناها انها مغرقه نفسها في الشغل، يعني بتعمل كل حاجه فيها شغل، هيبقى immerse معناها تحيط نفسها بالعمل. بسم الله جملة نجيب محفوظ جملة 12 نجيب محفوظ is still a أو an to young novelists. نجيب محفوظ بالنسبة للروائيين الصغيرين هو ايه؟ هو inspiration يعني مصدر إلهام. طب أنا ليه خدت اسم؟ عشان هو جايب لك ايه أو an يا معلم، جايب لك ايه أو an عشان تاخد اسم، يبقى inspiration إلهام. جملة 13 that of the woman as a homemaker no longer exists. في حاجة كنت متفقة عليكم فيها في المنهج ان اول ما اشوف كلمة المرأة اعرف انه هيجيب حاجة من الاتنين، يا اما بريجيتيس او بياس عنصرية او تحيز ضد المرأة، وده لما يجيب كلمة against women ضد المرأة. طب لو ما جابش ضد المرأة لقيته بيقول لك بقى المرأة مكانها المطبخ ما بتعرفش تسوق مش عارف ايه اي حاجة تانية غير كده، هيبقى عايز كلمة اسمها stereotype عندك اهي بي معناها صورة نمطية، يعني فكرة في دماغ الناس وهي مش لازم تبقى حقيقية. 14 the Ministry of Education وزير التربية والتعليم has been trying to support different to digital learning. بيحاول خد بالك هو هنا بيقول لك بيحاول يدعم مختلف ايه عشان يخلي التعليم digital learning، يبقى approaches عشان يحولوا التعليم لتعليم رقمي فهم محتاجين مناهج او محتاجين طرق approaches. 15 there shouldn't be against people لسه قايله حالا اهو، اول ما يقولك against people ضد الناس يبقى prejudice او bias يعني تحيز او عنصريه. تعالى على اللي بعديها جمله 16 there is a الجمله دي اتكررت امتحان 24 و23 و22 significant increase زياده يعني واضحه او ذو اثر in online sales especially during coronavirus pandemic. الشراء اونلاين زاد جدا وخاصة في خلال فترة كورونا. اللي بعديها is a type of media bias in which journalists uses words to support one idea. النوع من التحيز اللي فيه الصحفي بيستخدم كلمات عشان يدعم جانب واحد بس، بيدعم جانب واحد بس يبقى هو بيألف حاجة على حاجة او جاب اراء مش صح او كلمات مش صح عشان يقوي جانب على التاني، يبقى spin يعني يحور او يلفق. طب تعالى نشوف اول كلمه اللي هي placement دي لما يقول لك فيها put in the top او of the bottom او on the bottom of the page يعني وضع حاجه on the top فوق او at the bottom. ساعه ما تشوف في الجمله كلمه top فوق او bottom تحت تعرف ان هو عمل placement يعني تحيز بتبديل الاماكن. طب تعالى على سي omission معناها حذف، وما دام حذف يبقى هو عمل left out اللي هي الماضي من leave out او cut قص او قطع او delete حذف او remove او omit حذف، كل دول معناهم انه حذف حاجه معينه لصالح حد معين يبقى omission. اللي بعديها when you leave out facts اهو leave out يعني حذفت، يبقى ده ايه وانت مغمض تروح تاخد omission يبقى يقول لي top او bottom يبقى placement، يقول لي حذف leave out او remove او delete او omit يبقى omission وانت مغمض، لكن اول ما يقول لك support one side بيدعم جانب واحد بس يبقى spin حور. تعال على جملة 19 the new secretary was worried that wouldn't be able to with his boss's demands. السكرتيرة الجديدة كانت مقلقة ان هي مش هتعرف ايه مع متطلبات الرئيس بتاعها او القائد بتاعها او الليدر بتاعها. cope with وقلنا بيساوي فعل اسمه adapt to يعني يتأقلم او يتكيف مع الحاجة الجديدة، وقلنا في فعل تاني اسمه adopt يتبنى بالأو. اللي بعديها جملة 20 بيقولك newspaper is more formal. طب تعالوا نشرح دي بسرعة، احنا حليناها في الامتحانات قبل كده وقلناها في الملاحظات لكن نعيدها. عندنا نوعين من الجرايد، الجورنال الاول وهو برود شيت وده عالمي، ماله الصفحات بتاعته كبيرة يبقى large page، الصور بتاعته صغيرة يبقى small picture، اللغة بتاعته formal يبقى formal language،
ودي الحل بتاع الجملة ده formal language، يبقى هي دي حل الجملة دي ولارج بيج صفحات كبيرة برود شيت. طيب النوع التاني هو تابلويد. تابلويد دي معناها صحف شعبية بيبقى فيها dramatic stories قصص درامية، ما هي الشارع حاجة شعبية. الصفحات بتاعته بتبقى صغيرة يبقى small pages، عشان الصور كبيرة يبقى large pictures. طب اللغة أنا مش هكلم عمو محمد البقال بلغة رسمية، فأنا بكلمه بلغة غير رسمية يبقى informal language، كل حاجة هتعكسها. يبقى إجابة السؤال 20 هي broadsheet، لو عكسنا الكلام كله هتبقى tabloid. 21 if you the position of the desk there will be more room for the chair. هيبقى في مكان اكتر للكرسي لو ايه؟ لو غيرت مكان المكتب. فيغير يعني alter اللي منها الصفة alternative يعني بديل، وكنا قايلين ان alter دي معناها يغير change او يبدل replace. وكان في فعل تاني اسمه alert قلنا عشان ما تتوهوش فيه alert، والert معناها warn يحذر او معناها alarm منبه. جملة 22 she at her son when she found out that he hadn't done his homework. ما عملش الواجب بتاعه فراحت عامله له ايه؟ اعطته النظرة frowned، كشرت له frowned. لسه شارحين حالا الفرق بين frown وpout وبين scold. جملة 23 you need to drive your car slowly. اهدى يا معلم، سوق عربيتك بالراحة. I don't think the mist will. mist معناها الضباب او الشبورة very soon. مش حاسس ان الشبورة اسمها تنقشع او اسمها تصفو، الجو يصفو يعني. ينقشع او يصفو معناها clear off. يلا بينا على جملة 24 في الصفحة التانية. سمي الله. My friend's health has since he started smoking. الباشا بدأ يدخن فصحته يحصل لها ايه؟ declined يعني تتدهور او تبوظ. جملة 25 A is a traditional story. قصة تقليدية. particularly one خصوصا اللي هي that relates to people's early history متصلة بتاريخ الناس الأولي يعني ماضيها. or explains a natural or social phenomenon أو بتوصف حاجة طبيعية أو حاجة اجتماعية. طيب الأول بس كنت عايزة أقول لكم إن الامتحان ده أو الجملة دي شبيهة ليها بس كان منهج قديم في امتحان 21. طبعا انت كطالب اهتم بامتحان 24 23 22 فكك من 21. ليه؟ بمنتهى البساطة لان امتحان 21 ده كان على المنهج القديم اصلا، فالمنهج القديم ده كله اتلغى اتحذف، فانا ما فيش اهتمام بيه قوي. عايز تحله كزيادة علم ماشي اتفضل روح حله. طيب تعالى كان في ايه بقى؟ كان في جملة بتلعب على كلمة فينونيمان وفينونيما. بص كده على الجملة اللي عندك هتلاقيه جايب لك كلمة فينونيمان دي معناها ظاهرة يعني شيء بيحدث، ودي كلمة مفرد. الجمع منها كلمة اسمها فينونيما دي اللي كلها جمع. يبقى فينونيمان اللي قدامك دي مفرد، الجمع منها BHENOMENA مش NON لا NA، والكلمة دي ساعتها هتبقى جمع. طيب دي الحاجة التانية واحنا بنحل امتحان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واحنا بنحل امتحان تقريبا 22 شرحت لكم فيها الفرق بين ميث وبين فيبل وبين ليجند، ونعيدهم تاني دلوقتي. قلنا ميث عبارة عن حدث هيستوري تاريخي او ناتشرال في الطبيعة او يخص الناس بس زمان بس تبقى اساطير حاجة مش حقيقية، وهي دي اجابة او حل السؤال ده. يبقى السؤال ده هي دي اجابته اللي هي ميث دي. طيب ايه تاني؟ عندنا حاجة تانية اسمها فيبل، وفيبل دي قلنا لما يستخدم الحيوانات والطيور انه يحكي قصة او يعلمك درس. الحاجة التالتة كانت ليجند اللي منها ليجندري، ودي لما يجي يتكلم عن حاجة أسطورة حية، يعني بني آدم عايش، ما يتكلم مثلا عن سيدنا خالد بن الوليد، يتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، يتكلم عن القدوة الأولى في حياتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخص ده موجود واقع فهو بيقول حواليه قصصه أو يسطر حواليه أساطير، فده كده هيبقى ليجند. يلا 26 Who was in of the sales of department after Mr. عدلي has risen. مين اللي مسؤول عن قسم التخفيضات بعد استقالة مستر عدلي؟ كلمة risen معناها يستقيل، يعني مشي قبل سنه القانوني، لكن في حاجة اسمها retire يعني يستقيل، مش يستقيل يطلع معاش بقى عند سن القانوني. فبقول لك مين المسؤول ده مصطلح اسمه in charge of معناها مسؤول عن. charge الإجابة B. ولو حد فيكم كان حل استرشادي ثانويه عامه زي ما نبهت عليكم قبل كده، اللي ما حلوش يدخل يطلبوا مني
وانا هبعته له وابعت له الورق بتاع التفاصيل، بس ده كل ده نزل على جروب التليجرام بالمناسبه. بس خلينا معاكم للاخر لو حد فيكم ما كانش حله او حله. فافتكر ان كان معانا مصطلح اسمه in charge with. in charge of معناها مسؤول عن، يعني دي شغلانته. انما in charge with معناها accused of، يعني متهم بيه، يعني عامل مصيبه. تعال على جمله 27 بيقول لك have you the software. من غير ما اكمل انا قايله لكم ان احنا عندنا 3 حاجات او حاجتين اساسيتين في الانجليزي. لو حاجه عندك بايظه انت هتمد ايدك فيها وتصلحها، يبقى تاخد فعل اسمه mend، او فعل اسمه fix، او فعل اسمه repair. انما لو حاجه جايه لك على الجاهز وانت مجرد هتثبتها، يعني مثلا شاري جهاز جديد هتفتحه بس وتشغله، شاري مثلا شاشه جديده فهتعلقها بس على الحيطه وتركبها في الكهرباء، شاري كمبيوتر جديد فبتوصل الاسلاك بس وتشغله. طيب هتنزل ابلكيشن، هتنزل اي حاجه، انت لعبه مثلا انت ما برمجتهاش، يبقى انستول. فهنا بيقول لك سوفت وير، هل السوفت وير انت اللي بتعمله؟ لا طبعا، يبقى انستولد. يلا على الجمله اللي بعديها 28 the manager used to encourage his workers levels. كنت متفقه معاكم قبل كده مليار مره ان اول ما اشوف كلمه levels اجري على كلمتين ادور عليهم، يا اما كلمه productivity يعني مستوى الانتاجيه، يا اما كلمه raise productivity levels يعني يرفع مستوى الانتاجيه. هو هنا جايب لك levels بس، يبقى productivity. المدير بيشجع مستويات الانتاجيه عند العمال. جمله 29 people usually try to their standard of living to lead a better life. الناس بتحاول تعمل ايه؟ standard of life يعني مستوى المعيشة بتاعها عشان تبقى حياتها احسن، هتبقى raise. طيب يجي واحد يقول لي ما انا بتوه بين raise وarise ورايز واراوز، هقول لك مع اني عدتها مليون مرة، بس تعالى نعيدها تاني لحبايبنا اللي جايين في المراجعة. اول فعل اسمه raise دي معناه يرفع او يزود او يربي، ولازم يجي بعدها مفعول. تيجي مع يجمع المحصول، يجمع اموال، يربي حيوانات، يرفع ايده، يرفع صوته، فلازم انا يرفع يدي، انا اربي حيوانات، فاعل فعل مفعول، فلازم يجي بعدها مفعول. الفعل اللي بعديها اسمه arise، وارايز ده معناه يرفع او يظهر او ينشأ، وده ما بيجيش بعد مفعول. يقول لك المشكله دي ظهرت، المبنى ده انشئ، مش عارف ايه، مبنى انشئ، فاعل فعل، خلاص ما فيش مفعول. تعالى على فعل رايز اللي هي سي. رايز دي برضو ما بيجيش معاها مفعول، لا احنا معانا ريز الاولى معاها مفعول، الرايز التانية اعتقد معاها مفعول، رايز هي اللي معاهاش مفعول. رايز معناها تشرق الشمس او يتصاعد من تلقاء نفسه، بتيجي مع الدخان او بتيجي مع الشمس، يقولك الشمس اشرقت او الدخان تصاعد، دي مفيش معاها مفعول. تعالى على اخر واحده الراوز، دي برضو معاها مفعول، يبقى انا عندي الريز الاولى معاها مفعول، الراوز الاخيره معاها مفعول، الرايز ورايز معهمش مفعول. الراوز دي معناها يثير الشبهات او عواطف الناس، يبقى تاني ريز الاولى يربي، يجمع ويرفع ايده او صوته. الرايز التانية يحدث او ينشئ او تظهر. رايز التالتة معناها تشرق الشمس او يتصاعد من تلقاء نفسه، دخان بقى، تراب، اي حاجة. الراوز الاخيرة يثير الشبهات او يثير عاطفة الناس، فهنا هيزود مستوى معيشته يبقى ريز. جملة 30 energy bills يعني الفاتورة بتاعت الطاقة، غاز بقى، كهرباء، اي حاجة، have increased this winter all over the world. طيب انا عندي فعل انكريز ده مش من الافعال ال11 اللي قلنا عليها، الافعال ال11 اللي قلنا عليها بيجي بعدها صفات، فالعادي اللي انت متعود عليه كلمه significant اللي هي مستمره وجت كذا مره في امتحانات المعادله، فهتروح جري زي البي تروح تختارها. لا يا باشا، ده لما يبقى صفه وجاي بعدها اسم، انما هنا هو جايبها لك كده حال، جايب لك فعل وعايز يحطها بعدها، يبقى دي حال يبقى اخرها ال واي. طب انا اعرف منين يا دكتور ان دي مش صفه؟ ان الفعل انكريز مش من الافعال ال11 اللي قلنا بيجي بعدهم صفات. طب معلش يا دكتور انا حاضر متاخر، دي مراجعه عليا، ما حضرتش معاكي من الاول. ايه الافعال ال11 اللي باخد بعدها صفات؟ فعل من افعال بي، فعل سيم، فعل ساوند، فعل سميل، فعل تيست، فعل فيل، فعل لوك، فعل ابير، فعل كم، فعل جيت. الافعال ال11 دول ساعه ما اشوفهم اخد صفه، انما هنا فعل انكريز مش منهم، فباخد significantly I'm sorry اللي هي سي، حال. تعالى ال 31
when you make a change to the way you work. لما بتعمل تغيير في الطريقة اللي انت شغال بيها. You need to its pros and cons. pros and cons معناها advantages and disadvantages، يعني مميزات وعيوب. طب انا محتاج اعمل ايه لما اجي اغير شغل او اغير طريقة؟ محتاج اعمل evaluate يعني تقييم. evaluate يعني تقييم للطريقة اللي بشتغل بيها. وايفالويت دي كانت جايه بفعل تاني اسمه assess يقيم، ودي كانت بتيجي مع achievement of the students يعني مستويات الطلبه. اللي بعديها جمله 32 بيقول لك what are the factors that to achieving more progress. factors هنا معناها عوامل او عناصر بتساوي elements. ايه العناصر اللي بتخليك تحقق تقدم اكتر؟ يبقى lead to تؤدي الى، lead to تؤدي الى. بعد كده جملة بسم الله 33 بيقولك it's not easy for young writers، مش من السهل على الكتاب الصغيرين to their new books، ان هم يعملوا ايه في كتابهم؟ ان هم publish. يجي واحد يقول لي طب انا ناسي، كان عندنا 3 افعال معناهم ينشر. هقولك كان عندنا publish بمعنى ينشر اشياء ورقية، اي حاجة ورق. ليه بيقول لي نوفل رواية، بلاي مسرحية، بوك كتاب، تكست بوك كتب مدرسية، اخد publish وانا مغمض. وكان معايا فعل تاني اسمه سبريد، وكان بيجي مع الفيك نيوز او اللايز او illness، يعني اي امراض او اخبار يبقى فيها سبريد. وكان معايا فعل اسمه بريفيل، كل ده كان في الوحده الاولى، معناه ينشر اشياء معنويه، الحب، الموده، السلام، مش عارف العاطفه كده. يبقى ده كده الفرق بين بابلش والباقي. طيب انا عندي هنا في الجمله 33 في فعلين معناهم ينشر اصلا، فعل كام اوت وفعل بابلش سي ودي. فاقول لك معلش يا معلم احنا خدنا بابلش سيبنا كام اوت، عشان كام اوت دي تبني للمجهول، يعني دايما بتيجي مجهول، انما هنا الجمله معلوم. تعال على جمله 34 after going through many obstacles، بعد المرور او خوض كثير من العقبات او الصعوبات. The young man الشاب as a doctor. قلنا أول ما نشوف وظائف ناخد الفعل qualified as وظيفة وانت مغمض. جملة 35 بيقول لك the Bibliotheca Alexandria مكتبة الإسكندرية is one of the most important landmarks in the city، واحدة من أهم العلامات المميزة للمدينة. contemporary يعني المعاصر، الحديث، حاجة موجودة حاليا. جملة 36 he isn't a kind man. الراجل ده مش لطيف. don't be by his tricky behavior. اوعى تتخدع بمظهره المخادع. tricky يعني مخادع، و behavior يعني سلوكه او تصرفاته. يبقى misled، اوعى تخدع، يخدع يعني misled او يضلل. when I visited خان الخليلي، لما زرت خان الخليلي that for me was getting some souvenirs. لما زرت خان الخليلي كان بالنسبة لي أكتر حاجة مميزة أو أكتر حاجة أنا مركز عليها إن أنا أجيب سوفينيرز، هدايا تذكارية. يبقى هايلايت اللي قلنا بتساوي قبل كده سبوت. جملة 38 I'm sorry. The woman is to bring up her children. bring up معناها تربي أطفالها. alone لوحدها. after her husband's sudden death. بعد موت جوزها المفاجئ. ربنا يقوي كل الأمهات والله اللي بتربي لوحدها واهلها، سواء اهلها او اهل زوجها مش مهتمين، الله المستعان، ربنا يقوي امهاتنا جميعا يا رب. فبيقول لك الست كانت ايه عشان تربي اطفالها لوحدها؟ يبقى struggle يعني يصارع. struggling اللي عندك اللي فيها ing معناها بيعافر او بيصارع او بيعاني، يعني الموضوع ما كانش سهل عليه. تعال على جملة 39 his accomplishment what he said was far greater than it actually was. بيقول لك بالغ قوي في الشكوى بتاعته، الحاجة اللي هو كاتبها كانت مختلفة تماما عن الحاجة اللي بالفعل حصلت. فاحنا واخدين مصطلح اسمه يبالغ في الحجم او الكمية exaggerated اللي هي الاولى. exaggerated معناه يبالغ او يأفور. جملة 40 I have a for designing computer sites. انا عندي كده حاجة في تصميم مواقع الكمبيوتر. it's my favorite hobby. ما دام قال لي hobby يبقى دي هواية، يبقى شغف passion. وبالمناسبة لو قال لك passion وعايز يقول لك ايه الحاجة بعديها يبقى passion about. اللي بعديها there may be one language which is usually the one used by the government. قلنا مليون مرة قبل كده أول ما يتكلم على عملات فلوس أو يتكلم على لغة أو يتكلم على تقليد أي حاجة ويقول لك معاها government الحكومة، يبقى دي الأساسية أو المسيطرة في الدولة، فبتاخد كلمة اسمها dominate يعني المسيطر. جملة 42 he is able to speak a number of language.
تعال نجيبهم واحدة واحدة من الأول. احنا عندنا شخص واحد بيقدر يتكلم لغة واحدة بس، فاسمه مونولينجوال. مونولينجوال يعني متحدث لغة واحدة. عندنا الشخص اللي بيتكلم لغتين اسمه بيلينجوال. بيلينجوال يعني متحدث لغتين، فهيقول لك two languages او يقول لك اسم لغتين. طب الشخص اللي بيتكلم 3 لغات فيما اكتر فاسمه مالتي لينجوال، ودي الاجابه هنا لانه قال لك a number of language، عدد من اللغات، يبقى مالتي لينجوال. مالتي لينجوال. نفس الكلمات دي شبيهه بكلمات اللي هو متعدد الثقافات واحاد الثقافه. 43. ليلى warmly her son who was terribly afraid. الواد خايف and he soon felt safe. بدأ يحس بالأمان لما مامته عملت ايه؟ embraced، حضنته. embraced، حضنته، ودي من القصة. embraced. واحد يقول لي امال embarrassed اللي احنا كنا واخدينها؟ embarrassed دي معناها محرج يا حبيبي، ده بالاس. جملة 44. There are 16 other spoken around the country. In Nubia people speak Nubian. خد بالك بس واهدى قبل ما تروح تختار اي كلمة تانية. بيقولك بيتم التحدث بيها. بيتم التحدث بيها يبقى لغة، صح؟ او لهجة. طب انا اخد ايه؟ اولا هو ما جابش في الاختيارات غير لهجة، الحمد لله، يبقى dialects. dialects يعني لهجات. ليه؟ عشان هو قال لي في النوبة، فهم الكل بيتكلم لغة عربية بس كل اللي فيها ان اللهجات مختلفة. جملة 45. I was really fascinated. أنا كنت مبهور. The view was. أنا مبهور عشان الفيو إيه؟ الفيو هيبقى impressive. impressive. واحد هيقول لي ما خدناش الباقيين ليه؟ هقول لك عشان was ده فعل من أفعال بي بيجي بعده صفات، ومن علامات الصفات اللي أنا مديها لكم في أول السنة إن الصفة من نهايات الكلمات، يعني الحروف IVE، فIVE هي الصفة، يبقى impressive هي اللي صفة. جملة 46. A أو any question is the one that you don't expect to get a specific answer to. قلناها مليار مرة دي قبل كده. السؤال اللي أنا مش متوقع إجابته أو مش عارف أصلا أجاوب عليه، أو ممكن يبقى له أكتر من إجابة. rhetorical اللي هو بلاغي. rhetorical يعني سؤال بلاغي، زي يقولك استعارة مكنية، استعارة تصريحية، مش الحاجات اللي هي ليها كذا معنى. جملة 47. You can the lecture by using keywords if you don't need to remember the details. وده اللي أنا دايما أقول عليه، الحاجة اللي تاخدها عيد صياغتها بكي ووردز من عندك انت. يعني اكتب الكلمات اللي هتفتكر بها باقي الدرس، مش لازم تكتبها كلها. فيعيد صياغة يعني paraphrase. paraphrase. 48. I need a job for 3 hours. قلنا مليون مرة أول ما يقول وظيفة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات إن شاء الله حتى 7 ساعات، مادام ما قالش 8 يبقى part time. يبقى الحل هنا part time مادام ما قالش 8. أول ما يقولك بقى 8 و10 و12 هتاخد full time. جملة 49. There are 20 for the same job. في ايه لنفس الوظيفة؟ The salary is generous. عشان المرتب كويس. المرتب كويس يبقى فيه متقدم للوظيفة. مرشح للوظيفة يبقى candidates. candidates مرشح للوظيفة أو متقدم للوظيفة. يلا بينا على جملة 50. بسم الله. I worked for a clothes factory for 2 months as a kind of. أنا شغال في المصنع الجديد لشهرين كنوع من انواع الايه؟ internship. قلناها مليون مره. مادام شغال لمده محدده او رايح من غير فلوس او رايح تكتسب خبره او هيقول لك طالب في الامتحان، يبقى ده بيعمل حاجه من الاثنين، يا اما internship يا اما apprenticeship. طب لو هو في تدريب مهني يعني، طب لو هو بيسالك الشخص ده بقى اسمه ايه؟ شيل الشيب، هيبقى inner وapprentice متدرب. 51. I usually use language to highlight important information. signposting wish أي تحديدات، علامات، لغة إشارة، أي حاجة لتحديد الأشياء المهمة. 52. is a concept that allows us to make sound decisions and act appropriately. الحاجة اللي بتخليك تاخد قرارات سليمة وتتصرف بطريقة صحيحة، ده حاجة اسمها المنطق السليم common sense. common sense اللي هي الwisdom الحكمة. 53. the journalist was accused of bias by. خد بالك وهنا بيقول لك هو متهم بايه؟ بالتحيز بايه؟ تعال نشوف هو جايب ايه عشان نختار. ببص في الجمله لقيته بيقول لي he put the story at the top، وانا قايله لك اول ما تلاقي the top او the bottom تاخد placement. C placement يعني تحيز بتبديل الاماكن. the government should do more to promote agricultural. الحكومة لازم تبذل مجهود أكتر عشان ترقي إيه؟ الزراعة. إحنا محتاجين في مصر حاجة ضرورية ودي معلومات عامة اسمها الزراعة المستدامة. sustainable. sustainable يعني زراعة مستدامة، يعني طول السنة عندنا محصول.
55. Creative teachers use various ways to students achievements. أنا لسه قايلة لك حالا أول ما أشوف كلمة achievements للطلاب يبقى تقييم، يبقى assess اللي هي كانت بتساوي فوق evaluate يقيم. اللي بعديها Don't worry sir، ما تقلقش يا سيدي. The police are going to the crime and arrest the suspect. احنا في اول وحدة شرحناها واعدها تاني عشان اللي ناسي وعشان اللي حاضر معانا المراجعة بس. كنا بنقول ان احنا عندنا الشخص بيبقى عنده مشكلة، فبيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل complain، يشتكي. فالشكوى دي بترفير الى ترفع الى يا اما البوس المدير يا اما بوليس الشرطة. فبيحصل فيها ايه بقى؟ بيحصل فيها investigate. يبقى اي جريمة اي حاجة فيها بوليس يبقى investigate يعني يتحرى. جملة 57 teach a lesson or moral، بيعلمنا درس او مغزى. ازاي بقى؟ كمل بقى الجملة كده. there are about animals, planets or forces of nature. لما بيستخدم الحيوانات، انا لسه حالا شرحها لك الفرق بين myth وفيبل وليجند، وقلت لك لما هستخدم الحيوانات هتبقى كلمة fables. 58 فاتن has one A أو N for her collection of short stories for children. مادام فازت بيها وحاجة معروفة ومجموعة من القصص يبقى الدولة اللي مكرماها. واحنا قلنا عندنا تكريم من الدولة، حاجة معترف فيها اسمها award الأخيرة. إنما لو مثلا واحد في المعادلة مثلا لما بتنجحوا السنتر بيكرمك، مش عارفة في الدرس جبت حاجة حلوة، خد جبت درجة كويسة فخد الهدية دي، خد 100 خد 200، فدي اسمها reward، مكافأة غير رسمية. تعالى على جملة 59 The Prime Minister رئيس الوزراء. طيب أنا هقول حاجة قلتها في امتحان 22 تقريبا أو 23 وهعيدها تاني. احنا عندنا فعلين في اللغة، فعل اسمه announce يعني يعلن رسميا، وده قلنا بنقوله مع أي منصب، أي حاجة تخص الدولة، أي رئيس وزراء، الرئيس نفسه، الملكة، يبقى ده announce. فالإجابة هنا announce. طيب قال انا عندي فعل تاني، عندك فعل تاني اسمه advertise، وده معناه يعلن عن حاجات بقى تجارية، افتتاح مكان، منتج جديد، اي حاجة ملهاش علاقة بالدولة. تعال على جملة 60 بيقولك the police officers are the cause of the crime. الشرطة بتعمل ايه؟ of the crime لسبب الجريمة. to arrest the criminal الشرطة بتعمل ايه؟ the police officers 60 ما احنا لسه قايلين حالا البوليس اوفيسر بيعمل ايه؟ investigating قلنا اي حاجة فيها شرطة يبقى يتحرى. 61 his books have been translated into many languages. الكتاب بتاعه اترجم في كذا لغة، English and French. عايز فعل فيما معناه متضمنا كذا او وكمان كذا يبقى including، ومعنى اللغة هيبقى كتابه اترجم لكذا لغة من ضمنهم الانجليزي والفرنساوي including. طيب يجي واحد يقول لي طب معلش يا دكتور، طب ما هو contain معناها يحتوي او يتضمن، وconsist معناها يتكون، ايه الفرق بينهم؟ اول واحده include ده احتواء معنوي. لما اقول لك الورقه دي فيها 1,000,000 نوع طعام او 100 وصفه اكل، ده مش معناه ان انا ههز الورقه هتوقع اكل، معناها اسمائهم مكتوبه، الوصفات مكتوبه. طيب امال contain ده احتواء مادي. لما اقول لك الصندوق ده جواه contain اكاد جواه قطه، يبقى فعلا جواه قطه. طب consist دي معناها يتكون من، دي المكونات الرئيسيه، ملوش دعوه اصلا بالتضمين او الاحتواء. جمله 62 the major to achieving that project is money. There aren't enough funds. بيقول لك تحقيق المشروع ده هو الفلوس، مفيش funds يعني مفيش مقومات أساسية أو مفيش رأس مال. يبقى obstacle العقبة الوحيدة في تحقيق المشروع ده. أنا أسفة الموبايل لف. 62 obstacle يبقى العقبة الوحيدة لإنجاز المشروع. جملة 63 I'm sure your spirit of is the most important factor of success. أنا متأكد إن روح الإيه هي أهم عنصر للنجاح. روح الإيه بقى؟ روح determination. قلناها قبل كده determination. قلنا قبل كده the secret formula التركيبة السرية للنجاح is hard working العمل الجاد and determination، وهنزود عليها لو عايزين patience الصبر. 64 جيانا فاروق شخصية من الوحدات has medal in 4 different countries. جيانا فاروق كسبت كذا ميدالية. مش احنا قلنا قبل كده ان يفوز في مسابقة او منافسة لازم الفعل win، يبقى هنا الإجابة won.
طب ما هو الفعل جين اللي بعدها في الاختيارات معناها يفوز أو يكسب، قلنا بأشياء معنوية، خبرة، ثقافة، معرفة، معلومات، حكمة، وزن، أي حاجة. الفعل اللي بعدها بيتن معناها هزمت، overcome معناها تتخطى، لكن احنا معانا فعل ثالث اسمه earn معناه يكسب مال بس من عمل يده، من شغل الراجل. تعالى على جملة 65، بيقول لك it's impolite يعني من غير مؤدب، حاجة مش مؤدبة. to telephone others ان انت تتصل بالناس at times، ما دام هتصل بالناس وحاجة مش مؤدبة يبقى inconvenient. inconvenient معناها غير مناسب، لان convenient معناها مناسب، ده بقى غير مناسب. واحد يقول لي ما خدناش inconvenient لا للغي، اقول لك عشان عندك اسم فانت محتاج صفة. 66 It had been a successful year، السنة دي كانت سنة ناجحة الحمد لله. I had the opportunity to achieve all my dreams، عقبالكم إن شاء الله يا حبايب. كانت عندي الفرصة إن أنا أحقق كل أحلامي، فهناخد حاجة اسمها spectacularly. spectacularly معناها سنة ليه طيب خدت حال؟ عشان ده الصفة المركبة اللي احنا قلنا عليها الكومباوند adjective، هو جايب لك اسم year وجايب لك successful أو successful صفة، يبقى اللي قبلها حال، وحال مع الصفة يبقى كده compound adjective. diets are most effective when with exercise، الجملة دي احنا حليناها كذا مرة قبل كده. بيقول لك امتى الدايت يبقى مفيد فعال؟ لما تخلطه بتمارين، يبقى combined يجمع مع التمارين او يتخلط بتمارين. استحالة الدايت هينفع لوحده، ولو حد خس لوحده يبقى عنده ترهلات، لازم يبقى بيشيل حديد، لازم يبقى بيلعب عشان حاجة تشد اللي خسيته. 68 and is a person who works for a company for a limited period، مش محتاجة اقول لك، هو قال لك فترة محددة اهو الراجل يعني كتر خيره. مين الشخص اللي بيشتغل لفترة محددة؟ انا لسه قايله لك من شوية، اول ما يقول لك فترة صغيرة ده طالب، ده لسه بيكتسب معرفة، ده بيتعلم، يبقى internship. قلت لك لو قال لك البني ادم بقى شيل الشبه هتبقى intern، عندك اهي بي intern. 69 My grandfather has a lot of we frequently seek his guidance، جدي عنده ايه؟ احنا بنسعى لقيادته. guidance يعني طول الوقت هو اللي يدلنا يدينا، يبقى wisdom الحكمة. جملة 70 The Ministry of Education is adopting plans، adopt هنا معناها يتبنى، يعني يمسك دي الحاجة دي ويقول لك الفكرة دي اللي هتتنفذ، انما adapt هي اللي كان معناها يتكيف. to ايه بقى؟ to reinvent the educational system يعني يحسن النظام التعليمي. 71 Don't worry everyone has own problems no one is immune to them، بيقول لك ما تقلقش كل الناس عندها مشاكل، ده لما احب اطمن حد بيشكي لي من حاجه، ما حدش معصوم او ما حدش عنده مناعه ضد المشاكل. هنا اللعبه كلها في الصويت اللي انا صوتته في امتحان 22. عيله وان فعلها مفرد ضميرها جمع، اي حاجه everyone no one someone anyone او everybody nobody somebody anybody، اي حاجه فيها body او one الفعل بتاعهم مفرد فهو جابها لك هذا هي مفرد. طب الضمير لا بقى يبقى جمع، يبقى their. 72 it's underdeveloped countries illiteracy، الدول الناميه اللي هو احنا يعني. illiteracy معناها الاميه. lack of national awareness there reflects تعكس، هو عدم تعليم الناس ده ايه؟ ده دليل، ده اشارة لعدم وعي الناس القومي. awareness يعني وعي، وناشونال قومي يبقى reflects. جملة 73 some people find it challenging to their personal lives with their work، في ناس شايفة ان هي حياتها الشخصية والشغل بتاعها جمعهم مع بعض ده هيبقى تحدي او حاجة صعبة بالنسبة لهم، فهيبقى balance، وبالانس معناها يوازن. جملة 74 we live in Alexandria this is our constant، أول ما يجيب كلمة constant معناها دائم يعني مستمر، فيا إما يساوي كلمة continuously، يا إما يساوي كلمة lasting، يا إما يساوي permanently، وهي جاية في الاختيارات permanently. يلا على 75 The Eiffel Tower is probably the most famous in Paris. ايفل تاور ده برج ايفل اللي انتوا بتقولوا عليه ايفل، برج ايفل يعني نسبة للمهندس اللي صممه اللي هو ايفل. المهم ده ايه؟ ده علامة مميزة في الدولة، فاي علامة مميزة زي مكتبة الاسكندرية اللي لسه معدية، الاهرامات في الجيزة اسمها landmark. A lot of people like to spend their time on hobbies that are، اول ما يقول هوبي يبقى باشونيت وانت مغمض.
اول ما يقول هوبي هوايات يبقى الشخص ماله؟ الشخص يا اما interested مهتم، يا اما excited، يا اما passionate، يا اما eager، يا اما keen، يا اما enthusiastic. كل ده معناه ده الهواية بتاعته، متحمس شغوف بالحاجة. جملة 77. I live in a quiet fishing village. عايش في قرية صيد هادية. With A أو Ann Harper عندنا مينا which is really fantastic. Picture school. أول ما يقول على حاجة تحفة وحلوة وبتاع يبقى picture school مذهل. جملة 78. How will you decide what career to take؟ قلنا قبل كده مليون مرة، أول ما يقول لي career يبقى direction. إيه المجال الوظيفي اللي هختاره؟ career direction. 79. Since the landing of Apollo 11 in 1969. منذ هبوط أبولو 11 في 1969. 12 walked on the moon. هو الرحلة بتاعت أبولو دي مش كان فيها فضائيين؟ قصدي رواد فضاء، يبقى astronauts رائد فضاء. امال ايه astrologers اللي بعدها دي؟ اللي بعدها دي معناها دجالين. امال ايه astronomers اللي بعدها دي؟ اللي بعدها دي علماء الفلك، وقاعد بيدرس تحت، ما بيسافرش فوق، ما بيستكشفش. امال ايه artists دي؟ فنانين ملهاش دعوة اصلا. اللي بعديها الجملة 80 لسه معدية حالا وانا شرحاها. teachers use different ways to قال ايه؟ assess. اول ما يقول assess اخد achievement. 81. we discovered permanent liquid water on Mars. بيقولوا ان هم اكتشفوا ماء سائل دائم على المريخ. permanent is antonym for temporary. permanent معناها دائم او مستمر، عكسها temporary مؤقت. congratulations مبروك. I heard، انا اسفة اسمها مبارك لغة عربية فصحى، انما مبروك دي من بركة الجمل ملهاش دعوة. I heard you have been to a higher position. أنا سمعت إن أنت في منصب أعلى. طب الناس بتروح المنصب الأعلى إزاي؟ بالترقية. طب ويترقى يعني promote. طب هو ليه هنا يا دكتور جايب been؟ لأنها مبني للمجهول، الشخص مش هيرقي نفسه، يبقى have been promoted. اللي بعديها 83. If you start studying early for your exam. لو بدأت تذاكر بدري لامتحاناتك، لو بدأنا نذاكر بدري، you won't feel afraid and too. مش هتحس بالخوف ولا stressed يعني التوتر الأخير stressed. وهنا stressed عايزة أفكرك بحاجة، إن كان في حاجة اسمها stressful، ودي كمان معناها إجهاد أو توتر. طب إيه الفرق بينهم؟ أنا اللي stressed، أنا اللي متوتر، الحاجة اللي مسببة لي التوتر هي اللي stressful. What activities can you to help you feel good؟ ايه الاكتيفيتيز اللي انت ممكن الانشطه يعني انت ممكن تعملها عشان تخليك تتحسن؟ do يا جماعه، اي activity معاها do activity. Burnout is caused by both the decisions you and the situations you can't control. وده جمله متاخده بالنص كده زي ما بيعمل في امتحانات المعادله من دروس القراءه. بيقول لك الاجهاد العصبي ده بيتسبب بسبب حاجتين: القرارات اللي انت والمواقف اللي انت ما بتقدرش تتحكم فيها. decisions بتاخد الفعل make decisions. ولو بتوه يا معلم بين make وبين do، فانا عامله فيديو صغير عباره عن 3 دقايق بشرح فيه الفرق بين make ودو عشان يحللك لغز make ودو لابد الحياه. اي حاجه هتشارك فيها، يعني مش انت اللي بادئها من البدايه، يبقى do. مثلا homework الواجب، نشاطات activities، انت اللي مؤسسها؟ لا، انا مجرد بنفذها، يبقى do. اي حاجه انا، خد بالك اهو، انا اللي هقوم بيها من البدايه للنهايه، يعني هبدا حاجه في انشاء حاجه واجب الاقي في الاخر نتيجه، يبقى ميك. فهنا decision قرار، انا اللي هاخده من البدايه للنهايه، فخدنا الفعل ميك. لكن الجمله اللي قبلها كان activities نشاطات، لا يا معلم، ده هي جايه لي وانا هنفذها، يبقى دو. الجمله اللي بعدها جمله I felt really and angry with myself when I lost the match. حسيت بايه لما خسرت الماتش؟ frustrated معناها محبط، بتساوي disappointed. 87 I don't like this kind of work. ما بحبش النوع ده من الشغل. ليه؟ because it is، عشان هو stressful. انا لسه قايله لك حالا، انا stressed، الشغل بالنسبه لي stressful مجهد، يبقى الشغل بالنسبه لي stressful. 88 you can join the meeting by clicking on the link. انا قلت اول ما يقول لي click هضغط، يبقى دي حاجه على النت، وحاجه على النت يبقى virtual افتراضي. 89 the internet is quite strong in the office so you can do your online tasks easily. يبقى connection. بيقول لك في المكتب الايه بالنت قوي، هتعرف تعمل شغلك بسهولة، يبقى الاتصال بالنت، يبقى connection.
90. I usually turn my computer when I leave the office. دي مش مستاهلة. بيقول لك هيسيب المكتب يبقى يطفي الكمبيوتر، يبقى turn off اللي بالاتنين off، 2 F قصدي OFF. جملة 91. If you neglect your work. neglect معناها يتجاهل. لو انت تجاهلت الشغل بتاعك it will be difficult to catch up. catch up معناها تلحق تنفذ شغلك، تلحق تنفذه كله، تلحق تخلصه. واحد يقول لي ما خدناش catch up with ليه؟ عشان ما فيش مفعول بعديها. اللي بعديها 92. we should find ways to stay in with each other. عايزين نلاقي طريقة عشان نفضل ايه مع بعض، اسمها stay in touch with. stay in touch with يعني يبقى على تواصل مع. 93. an efficient should be promoted to motivate them to achieve more success. ايه الحاجة اللي هتخليك تترقى وتخليك تحفز الآخرين عشان يعملوا نجاح أكتر؟ مين هو ده؟ مين ده الكفء ده؟ الجملة دي مبني المجهول، بيقولك الشخص ده المفروض يترقى، المفروض نحفزه عشان يعمل شغل أحسن، فده امبلوي أو امبلوي، معرفش بقى بتنطقوها ازاي، بس هي كانت فرنساوي الأول كان فيها أكسوز واتحذفت. اللي بعديها جملة 94. Don't give on your dreams. One day you will achieve them. اوعى اسمها ايه؟ give up. اسمها ايه بالعربي؟ تستسلم. اوعى تستسلم، اوعى تتنازل عن احلامك دلوقتي، في يوم من الايام ان شاء الله تحققها. جملة 95. I'm completely that buying this bag is a good decision. انا ايه ان شراء الشنطة دي بالنسبة لي قرار كويس، يبقى convinced مقتنع. Which mobile phone have you decided, sir? أي موبايل من دول أنت اخترته؟ يختار يعني decide on، إنما يقرر أن يفعل شيء decide to. يختار on decide on. 97. I can't on hard work for more than 5 hours. ما بعرفش أركز على شغل لمدة 5 ساعات. I'm afraid of making mistakes. بخاف أعمل حاجة غلط. فيركز يعني concentrate بتساوي فعل اسمه focus. 98. The exam's questions should in order to cover all aspects of the assessments. الامتحان يجب أو أسئلة الامتحان يجب إيه؟ عشان تغطي كل جوانب التقييم، يبقى vary يعني تتنوع. vary. You aren't working hard. أنت مش شغال كويس. You need to be more productive. لازم تبقى منتج أكتر، اشتغل أكتر من كده. جملة 100. Pollution has a serious impact on the weather. التلوث له آثار سيئة على الطقس. وخد بالك مادام قال لك pollution ده التلوث، انما عندك population معناها عدد السكان. impact is similar in meaning to influence. قلنا مليون مرة impact on بتساوي affect on بتساوي influence، كلهم معناهم يؤثر على. ده كده يا جماعة أول ساعة في مراجعة أول 100 جملة كلمات. اقفل كده ان شاء الله وخد ريست او اشرب حاجة وتعالى لي عشان نبدأ مع بعض ان شاء الله. اول تقريبا 200 معانا 200 جملة جرامر. يلا صلوا على النبي واستهدوا بالله، خدوا نفسكم وتعالوا لنا.